هنعمل الجبنة القريش الفلاحي من غير منفعة ولا خل ولا زبادي ولا اي حاجة خالص. هنضيف حاجة بسيطة جدا موجودة عندنا في البيت، ان شاء الله بإذن الله تعمل لك نتيجة ممتازة. هتشوفي معانا في الفيديو، هقولك كل المعلومات اللي هتخص الجبنة والزبدة بإذن الله، هقولك كل المعلومات اللي تخص اللبن، هقولك ايه الإضافة اللي احنا ضفناها، هقولك ازاي تعملي الجبنة في يوم واحد بس وتخلصي كل حاجتك في يوم واحد، هقولك ازاي تطلعي الانتاج الجميل ده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حتى لو اللبن مجمد عندك في الفريزر او كمان اللبن المعلب هقولك تعمليه ازاي. جميع انواع اللبن هنستخدم النهارده لو انت عايزه، ان شاء الله تطلعي في الفيديو ممتازه ومستفاده وكل حاجه. نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليك واصحابك اجمعين. دي كميه اللبن دي، دول 6 كيلو، 6 كيلو نصاص زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ده جالي قبلها بيوم وما كنتش موجوده، حطوه الولاد في التلاجة من تحت بالصينيه زي ما انتوا شايفين كده. بدأ عمل القشطة من فوق واللبن من تحت، بدأت رجيت كل الأكياس زي ما انت شايفة كده. شايفة الأكياس ما شاء الله اللهم بارك، لبن جميل وحلو زي العسل، ما هوش منضاف عليه أي حاجة خالص. شايفة كمية القشطة اللي عايمة فوق على وش الكيس كده. أول حاجة بتعرفني إن اللبن ده مش منضاف مية، لأنه بيبدأ يعمل حبة قشطة على الوش. حتى لو هو في كزرولة أو غلاي أو كنكة بيبدأ يعمل برضو كمية القشطة اللي انت شايفاها دي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، صلوا على الحبيب وخدي معايا كل المعلومات اللي جايالك ان شاء الله باذن الله. هتطلعي تعتمديه كانه مشروع يجيب لك اكل عيش حلو قوي. بس توكلي على الله كده وخدي بالك معايا في كل المعلومات اللي بقولها، علشان لو تكه بسيطه بتبوظ لك الدنيا. كده فضيت كميه اللبن بتاعتي كلها، دول 6 كيلو انصاص يعني 12 نص. بدات بعد ما فضيتهم في الحله مصمصتها ميه بس وفضيتهم في الحله. شايفه المغرفة بتاعتي يا دوب نزلتها بس. شايفة دي تاني حاجة بتعرفني اللبن عندي ممتاز وحلو قوي. تمام. اول حاجة الكيس اللي جاي فيه مغلف كله لبن من جوه بعد ما فضيته. تاني حاجة الكنكة بتاعتي او المغرفة بتاعتي او المعلقة اللي انا قلبت بيها كلها زي ما انت شايفة كده بالظبط، دسم وحلو قوي. اللبن ده على كام يا ام يوسف؟ اللبن ده عندنا هنا في البلد على 25 جنيه، ما شاء الله حلو مش وحش. ماشي، كل حاجه غلت، الاعلاف غلت واللبن غلي وكل حاجه غلت، الجبنه كمان غلت والزبده غلت وكل حاجه غلت. هنا بقى انا حطيته في المرحله دي على النار علشان انا قلت لكم بيت في التلاجة. لو جاي طازه ما هعملش المرحله بتاعه البوتاجاز دي. لو جاي طازه من الجاموسه على طول من المحل اللي انت جايباه منه او من بتاع اللبان، جاي طازه دافي، ما تعمليش انت الحته بتاعه البوتاجاز دي. انا بعملها هنا علشان اضيع منه السقعه اللي فيه، علشان اخد جبنه جميله وزبده جميله. الناس اللي بتقول احنا كده ما غليناهوش يا ام يوسف في ميكروبات، لا باذن الله ما فيهوش اي ميكروبات خالص، حاجه نظيفه وحاجه حلوه باذن الله، لان بيكون فيه حاجات نافعه وحاجات ضاره فهو ربنا سبحانه وتعالى بيعدلها. كده دفيته زي دمعه العين بالظبط. بعد ما تدفيه زي دمعه العين يا ام يوسف مش هنغليه، لا مش هنغليه ومش هنسخنه جامد، انا بطير الساعه بتاعته بس. بياخد من 3 دقايق ل5 دقايق على البوتاجاز، حسب طبعا كميه الساعه الموجوده فيه. طيب لو انا عندي لبن مجمد في الفريزر بطلعه وبشطف الاكياس بتاعته. شايفه الساعه بتاعته بدات تنطر على الحله من بره معايا، لما الاقي الحله من بره ايدي لحقاها من الدفى بسيط خالص. ماشي، ايدي تحس بيها دفى بسيط. نرجع للبن المجمد، هطلعه واغسله واحطه في حله على الرخامه، الحله نظيفه الاكياس نظيفه من بره، علشان لما بفتح الاكياس بطلعها من الفريزر بتكون مقطوعه فبتشر الحليب مني بيتبهدل الدنيا. فانا عشان يبقى حاجتي نظيفه هكون غاسله الاكياس من جوه كويس وهي مجمده، بحيث انها لما تفك تكون اللبن بتاعي نظيف والحليب بتاعي نظيف، اشتغل بيه شغل نظيف عشان ما يجيش فيه عكاسه في اي حاجه. اللبن عندي مش مطمنه له، بصفيه باي مصفى جميله ناعمه وحلوه او اي قماشه نظيفه. عندي هنا دفيته زي دمعة العين وجبته هنا حطيته على الرخامة. وده بقى المكون اللي احنا هنحطه. ايه ده يا ام يوسف؟ ده الشرش الابيض من اللي متصفي من الحصيرة بتاعة الجبنة. ماشي، انت يا ام يوسف متوفر عندك، احنا نجيبه منين؟ هاتيه من المحل بتاع الجبن والالبان، قولي له املى لي كوبايه واحده بس بتاعه شاي ولا نص كوبايه بس كده من الجبنه اللي هو بيبيعها. كده غطيته لتاني يوم. تمام كده. طيب انا ما عنديش بقى وما اعرفش اتصرف في الشرش ده او الحاجه البيضه دي، هاتي معلقتين زبادي ودوبيهم في مج لبن وانزلي بيهم على بقيه الكميه. ده كده كان تاني يوم. شايفين؟ سموا الله كده وخليكي معايا هتاخدي معلومات كتيره باذن الله. هنا لقيت القشطه بتاعتي تمام التمام والجبنه تمام التمام. الناس اللي بتلاقي القشطه عملت قشطه ومن تحت سايب ميه لبن وتروح توديه التلاجة كده بيبوظ منك. تمام. مش عايزينه يشم ساقعه خالص الا لما يعمل جبنه وقشطه زي ما انت شايفه كده بالظبط. انا ما بوديهوش التلاجة الا لما بيكون بالنظام ده، علشان ناس كتيره بعتت لي على الواتس وقالت لي يا ام يوسف هو عمل قشطه من فوق بس من تحت لبن ساب، وانا وديته التلاجة بقاله يومين ولسه ما اخدش. ما بوديهوش التلاجة الا لما يعمل جبنه وقشطه،
واخدين بالكم؟ طب ليه بنوديه التلاجة يا ام يوسف؟ علشان القشطه بتاعتي بحس انها بتبقى جميله، والجبنه برضو بتكون جميله. لو انا حطيته بالنظام ده مفيش مشاكل بحطه، بس بلاقي الحصيره عندي تتلوط كلها لبن وجبنه. طيب انا ما عنديش حصيره، استخدمي مصفى زي ما احنا عاملين النهارده في الفيديو، هنحطه في المصفى وفي القماشه. تمام. هنا بقى خدته وديته التلاجة وغطيته، اهم حاجه تغطيه علشان التلاجة طبعا بتكون مليانه ولا يلقط منها اي حاجه، لان اللبن متعرض انه بيلقط اي حاجه. هنا بقى عندي جيت، بصي بقى معاك اليوم سليم لجوز ايام كمان في التلاجة، مش هيجرى له اي حاجه خالص. ماشي. هنا بيته في التلاجة يوم سليم بالله عليكم بصراحه يعني. عايزه تقعدين انت ساعتين 3 4 5 يوم مش هتفرق، ما بتزعلوش خالص حاططانه في التلاجة. شايفه الجبنه تحس ان هي بقت مجصصه معايا كده وجميله وكتلتها حلوه، والقشطه كمان بدات تتمسك معايا في الوقت ده. بقى بحب القشطه قوي في الوقت ده علشان بتتخض معايا بكل سهوله، انما لو هي فكه ومتلجه بتتخض معايا بتعب وبمجهود. ماشي. هنا بقى هبدا ان انا هناخد القشطه بقى بتاعتنا، احنا كده وزننا الطبق ورجعنا صفرنا الميزان بتاعنا بعد ما وزننا الطبق. تمام كده. اللهم بارك لنا في رزقنا يا رب، اللهم امين. هاخد كل القشطه بتاعتي انا واخداها في الطبق ده. انا عارفه ان الطبق ده كبير عن الكميه، بس انا بحب اخض في طبق كبير. في ناس بتخض في القربه، في ناس بتخض في الخلاط، في ناس بتخض على ايديها زي ما احنا هنعمل النهارده. ايه الفرق يا ام يوسف بين كل الخض؟ الخض القربه طبعا بيكون افضل علشان كميه الشرش الابيض اللي موجوده مع القشطه بتدي للزبده اللون الاخضر اللي انت لما بتشتريها بيه، بتدي لون اخضر فاتح كده للزبده. فهو ده عشان كده خض القربة. طب احنا ما عندناش قرب، القرب دي بنجيبها علشان لما بيكون ما شاء الله عندنا جاموسة واتنين عزكم الله بنبدأ بقى نحلب بكميات كتيرة، فعلشان كده بنخض في القربة. ما عنديش انا بقى وبشتري لبن زي كده بخضهم على ايدي زي ما هتشوفيني، ما ياخدش معانا 10 دقايق بالظبط. هنا وزناهم طلعوا 800 جرام، بسم الله ما شاء الله حلوين، دول 6 كيلو حلوين الحمد لله، كل رزق ربنا حلو الحمد لله. هنبدأ بقى نشوف الجبنة بتاعتنا نحطها في العلبة علشان نيجي للقشطة. شايفه ما شاء الله اللهم بارك جبنه جميله. طالما الجبنه بتاعتي طالعه بالنظام ده يبقى الحليب عندي تمام التمام. شايفه الجبنه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده جميله تاكلي منه زبادي ما تشبعيش. حطوا لنا لايك حلو بقى منكم بالله عليكم، ما تنسوا اللايك. ماشي. ودعوه حلوه منكم بصلاح الحال. هنا بقى هبدا ان انا اجيب المصفى بتاعتي، اي نوع مصفى عندك، مدوره مربعه مخططه مستطيله، اي نوع مصفى عندك، استانلس بلاستيك اي نوع، وقماشه نظيفه، طرحه نظيفه تكون نظيفه تبع الحاجات دي. يعني انا مخليه ده بنعمل فيه الكسكاس بنعمل فيه الجبنه الحاجات دي. هبدا انزل بيها بالحاجه بتاعتي في المصفى بتاعتي تكون واسعه علشان الحاجه بتاعتك ما تدلقش منك. تمام. هنا انا حطيته في المصفى والقماشه. قبل كده احنا كنا عاملين فيديو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك جايب 1,000,000 مشاهده على القناه، عاملين فيه 10 كيلو، عاملينهم في الحصيره، شغل نظيف شغل تمام، فيه قمه معلومات ما شاء الله اللهم بارك، محدش علق لي فيه الا ويقول لي ربنا يعطيك الصحه. هحطه لكم في صندوق الوصف لو حبيتوا تخشوا تاخدوا منه اي معلومه. ده هنا بقى انا حطيت المصفى بتاعتي في صينيه، لان انا هحتاج الشرش ده. هنحتاجه في ايه يا ام يوسف؟ هنخزن فيه الجبنه اللي احنا هنعملها. تمام كده. احنا كده عملنا جبنتنا من غير منفعه خالص. طب ليه ما بتعمليهاش من منفعه يا ام يوسف؟ علشان الجبنه بتاعتي بتنشف مني تاني يوم، تاني يوم بلاقيها ناشفه قوي مش بتعجبني انا شخصيا يعني. انما الجبنه اللي احنا بنعملها دي بتكون زي الزبده كده وتاكلي منها ما تشبعيش. هنا بقى هحط معلقتين ملح وهغطي القماشه بتاعتي حلوه قوي وادوس عليها واحط عليها اي حاجه تقيله من فوق. بس اخدت بس شويه زبادي للولاد بيحبوه، بالهنا والشفا يا رب، وانتوا كمان تعيشوا وتعملوا لاولادكم احلى حاجه. ما شاء الله ناس كتيرة أخدت مننا الموضوع وعملته مشروع وبتشتغل بيه وهي قاعدة في البيت، بنات زي السكر وحريم زي السكر، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم لأزواجهم وأولادهم وأمهاتهم وأبائهم يا رب اللهم آمين. كل اللي بتشتغل مش غلط، كل اللي بتعافر علشان بيتها وأكل عيشها مش غلط. كده غطينا الجبنة بتاعتنا وحطينا عليها كيسين ملح، طبق فيه مية، حلة فيها أي حاجة تقيلة، كيسين سكر، كيسين رز، أي حاجة حطيها عليها وتكون صينية مظبوطة علشان تطلع لك الجبنة في الآخر مظبوطة. هنا عندي بقى القشطه بتاعتي، بدات ان انا هتستخدمي ايدك ماشي، هتستخدمي المضرب الكهرباء ماشي، هتستخدمي المضرب السلك زي كده ماشي، هتستخدمي المعلقه العاديه خالص بتاعه البيت برضو ماشي، هتخضيها في الخلاط برضو ماشي. اي حاجه من الاربع ولا الخمسه دول كلهم بيطلعوا نتيجه واحده. ازاي بيطلع نتيجه واحده؟ علشان شويه الشرش اللي احنا هنحطهم برضو في الخض دلوقتي. طب ليه حته شويه الشرش يا ام يوسف؟ حته شويه الشرش دول بيخلوا لي الزبده بتاعتي زي زبده الخض بتاع القربه تمام، وهوريها لك برضو في اخر الخض عندنا. نتكلم بقى الوقت كده واحنا بنخض على اسعار الزبده واسعار الجبنه اليومين دول.
الجبنة عندنا هنا احنا في الأرياف في ناس بتبيعها على 50 الكيلو على 60، اللي هي جبنة الحصاير. تمام. جبنة المزارع النص كيلو تهيألي الكيلو برضو عامل على 50 و60، بس ما بتكونش طعم قوي بصراحة زي جبنة اللي هي الحصيرة، يعني الجبنة القريش بتاعتنا احنا. بالنسبة لفيديو الزبدة المزارع اللي كنا عاملينه، كنا عاملين طبعا ال5 كيلو زبدة على، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، على 320 جنيه. زبدة معقولة، ما هياش قوي زي البلدي وما هياش قوي زي النباتي اللي بنشتريها من المحلات، يعني في المتوسط، لان هي يعتبر زبدة بقري بتاعت مزارع. ماشي. هحط لكم برضو الفيديو بتاعها في صندوق الوصف لو حد حب مثلا ايه، وكنت حاطه فيه رقم الست ام احمد لو انتوا احتجتوا منها زبده. ناس كتيره بسم الله ما شاء الله اخدت منها وعجبتهم ومشت الحال بيها يعني. ماشي، عشان سعرها متهاوت شويه. هحط لكم برضو باذن الله الفيديو في صندوق الوصف، والفيديو نفسه فيه الرقم. ماشي. هنا بقى هبدأ تكمل بإيدي، بحيث ان واحدة برضو ما عندهاش المضرب السلك تكمل بإيدها عادي. طب في الوقت ده يا ام يوسف القشطة بتاعتنا لازم تكون متلجة. لو القشطة متلجة عندك هتتخض في ثواني. طيب انا عايزة اعمل زبدة عندي يا ام يوسف من غير بقى ما اشتري موال اللبن ده كله والجبنة والحاجات دي. كل يوم هتشتري كيلو اللبن اللي انت بتشتريه لبيتك او النص كيلو، واغليه من بالليل وحطيه في التلاجة بالكنكة بتاعته. تاني يوم الصبح هتاخدي وش القشطة تحطيها في علبة في الفريزر، لما تجمعي الكمية اللي انت عايزاها وخضيها بنفس الشكل بس تكون متلجة علشان تتخض معاكي في وقت قليل. بدأت الجبنة تخرز معانا علشان بدأت تاخد معانا بقى ايه تشكيلة الزبدة. تمام. بتاخد معايا في المرحلة دي من 10 دقايق لربع ساعة على حسب القشطة بتاعتك متلجة او مش متلجة. لو ساقعة جامد وحلوة كده بتتخض معاكي على طول. ما هي الساعة اهي بدأت تشكل معايا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طلعت لنا انتاج حلو جميل. حاجة في البيت انت عاملاها في بيتك بتكون جميلة. طيب اسعار الزبدة يا ام يوسف، اسعار الزبدة عندنا احنا هنا بنبيع بالرطل مش بالكيلو. الرطل عندنا ب100 جنيه والكيلو رطلين وربع. يعني عندنا هنا الكيلو في البلد بتشتريه اكال مش للتاجر لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله ب200 وقولي مثلا 225 جنيه او 250 جنيه الكيلو. هنا عندنا في البلد لا بيتباع مثلا مننا في بعضينا، يعني لسه التاجره بقى بتاخده وترجع تاكل فيه هي كمان عيش. تعالي بقى شوفي الزبده بتاعتنا بعد ما شكلت وخرزت وبقت جميله زي العسل. في المرحله دي بقى اللي انا بحط فيها ايه، شويه الشرش الابيض اللي متصفيين من الحصيره من عندي او من العلبه والمصفى. تمام. هبدأ اخد منها مجين كده واحطهم عليها في الوقت ده، علشان وهي بتاخد معايا كده وبتخرز يبقى لونها اخضر ما يكونش لونها ابيض زي زبدة الخلاط، لان دايما زبدة الخلاط بيكون لونها ابيض. اهي بدأ الشرش بتاعي يطرح والزبدة بتاعتي تخرز، يعني تبدأ ان هي ايه تشكل في الزبدة. هاخد بقى المجين اللي انا بقولك عليهم من جنب الحصيرة بتاعتي او من جنب المصفى بتاعتي، واجيب بس مج حلو كده واخد بيه مجين واحطهم. دول اللي الاضافه دي يا ام يوسف علشان تخلي لي الزبده بتاعتي زي زبده الخض بالظبط بتاعه القربه بتاعه الفلاحين عندنا هنا في الارياف. ماشي. هبدا بقى اديها تشكيله حلوه بايدي بحيث ان انا المها كلها ما تكونش فيها حامض من جوه. نيجي بقى لتمرير الزبده. الزبده عندي بجيبها بتمرر عندي يا ام يوسف. التمرر عندك اي حد منكم قلت لكم قبل كده في الفيديو، اي حد يشتري زبده يغسلها يوم ما تشتريها في ميه ساقعه واغسليها. الناس بتقول لي انا ما كنتش عارفه انها بتتغسل، لا هي لازم تتغسل. اغسليها طالما هتخزنيها شهر واتنين وسنه لازم تغسليها بميه ساقعه. ليه يا ام يوسف؟ عشان بيكون فيها نسبه حامض من الميه اللي موجوده في الطبق قدامك ده اسمه حامض. ليه اسمه حامض؟ بيكون زاعق. ليه زاعق؟ علشان هو نازل من الزبده بتاعتنا بيكون زاعق شويه، فنفضل في الزبده هو ده اللي بيديها المراره. تمام. طيب تعالي هنغسلها ازاي يا ام يوسف؟ هنجيب طبق نحط فيه ميه ساقعه ونحط فيه الزبده بتاعتنا ونعجنها زي ما بنعجن الخبز كده، فاهميني؟ اهو جبت طبق وفيه ميه متلجه من التلاجة وحطيت، شايفه بغسلها ازاي؟ اهو بتدوسي عليها وتفتوليها كده بحيث ان ايه كل الحامض اللي فيها ينزل في الميه اللي انا شغاله فيها دلوقتي. دي بقى لو قعدت عندك 10 سنين في الفريزر عمرها ما تمرر. تمام. اخزن الزبده بتاعتي ازاي يا ام يوسف؟ لو مش هتسيحيها خزنيها في الفريزر، حطيها في شنطتين جوا بعض في الفريزر، 3 شنط جوا بعض في الفريزر. انا على فكره بنحب هنا امي مولفانا ان احنا كل رطل بنحطه في كيس ونربطه ونرجع كل رطل في كيسه في شنطه ونحطهم في الفريزر في شنطتين 3 ونربط الاكياس بتاعتنا كويس قوي علشان بحيث الفريزر فك مني
حاجه اتدلقت عليهم، بحط حاجه واتكبت، كل الحاجات دي الزبده ما تلقطش منها. تمام. اهم حاجه خزني حاجتك كويس، ودايما تسمي الله وانت بتعملي حاجتك. كل ما تقولي بسم الله ما شاء الله تلاقي حاجتك فيها بركه، حاجتك نظيفه، حاجتك حلوه، ربنا يبارك لك فيها، بدل ما تكفيك يوم تكفيك يومين. ماشي. هنا طلعنا زبده قد ايه يا ام يوسف؟ طلعنا 400 جرام. كنا مطلعينهم في الاول قشطه كام؟ كانوا 800 جرام. طلعوا لنا 400 جرام. حلوين الحمد لله، رزق ربنا كله حلو زي العسل. حاجه عاملاها في بيتي نظيفه مطمنه لها، عاملاها بايديا، عارفه انا عاملاها ازاي. فهمتوني؟ هنا بقى دي حته القماشه اللي احنا برضو خيطناها مع بعض قبل كده. القماشه دي ازاي يا ام يوسف؟ هنا الحامض ده بحط له معلقه ملح علشان ما انساش، وبدوبها كويس على حسب ما انت ذوقك انت في الاكل. عايزه تخليه حادق زودي ملح، عايزه تخليه دلع قللي الملح. ده المش الابيض مش المش القديم بتاع الزلعه. تمام. بدات حطيته في القماشه بتاعتي اللي انا مخيطاها من 3 جوانب والرابع مفتوح، وحاطه فيه قماش علشان اسده نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. ليه يا ام يوسف؟ علشان مفيش حاجه تقع فيه، لان ده هيتاكل برضو، هيبقى زي جبنه المحلات بالظبط بدل ما يتدلق مننا. تمام. دي بقى كده هتبيت لغايه تاني يوم تتصفى. اهو كل الميه الزياده فيه بتتصفى، وبيفضل فيها المش الابيض فوق، بيبقى زي الجبنه بتاعت المحلات كده. جينا للجبنه بتاعتي هظبطها وعدلها كويس علشان لسه هتاخد فتره لما تتصفى كويس. لازم تتصفى كويس منك علشان ما تفتولش منك وانت مخزناها. هظبطها بس كويس وعدل الصينيه بتاعتي وبيتها بنفس الشكل، تبيت طول الليل تتصفى براحتها لغايه تاني يوم الصبح 12 ساعه. تمام. ولو في الحصيرة برضو في الشتاء خليها 12 ساعة. هحط لك فيديوهين بإذن الله للجبنة في صندوق الوصف لو حبيتي برضو تشوفيهم. صندوق الوصف فين يا ام يوسف؟ هتدوسي على العنوان وانت شغالة معايا دلوقتي كده، هتخشي على كلمة تلاقيها المزيد، دوسي عليها هتلاقيني حاطلك فيها شوية فيديوهات وكاتبالك فيهم كمان الطريقة بتاعة العمايل بتاعة الجبنة والقشطة. تمام. تعالي بقى تاني يوم نشوف الانتاج بتاعنا. الجبنه بتاعتنا زي ما انت شايفه هبطت في المصفى بتاعتي، يعني كده اتمسكت وبقت جميله. تمام. الشرش بتاعها ده هنخزن فيه الجبنه، وهنخلي منه كميه في برطمان كده في التلاجة، يبقى نعمل بيه جبنه المره الجايه. طريقته احلى من المنفعه بكتير، جربوها هتحبوها. الجبنه بتاعتك بتفضل دايبه زي الزبده، لو مهما تعيش معاكي عمرها ما بتنشف زي جبنه المنفعه. تمام. هنا ما شاء الله بتاخد تشكيله العلبه بتاعتك اللي انت حاطه فيها او المصفى. تمام. ده المش بتاعي، هتعالي اوريهولك. هنا بقى انا هخليه بيض كمان شويه علشان لما يتخن نفس الشكل ده اهو بيكون زي الزبده. بناكله بقى العيش الملدن البتاوي الصعيدي والحاجات دي بيكون جميل قوي. ولو انت ملدن عيش برضو عادي، خبز عادي، بيكون طعمه برضو اجمل. هنا بقى هبدا اقطع الجبنه بتاعتي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، جميله وحلوه قوي، حلوه زي السكر وطعمها زي العسل. تعالي بقى اوريكي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه بجد بجد نظيفه وحاجه حلوه. اي سؤال عندك اكتبيه في التعليقات، بس بالله عليكم ما تنسوا اللايك، ودعوه حلوه منكم بصلاح الحال. والف شكر لكل اللي دخلت لي وعلقت لي على وفاه خالي، ربنا يا رب يبارك لي فيكم وما يحرمنيش منكم ابدا، وما يجعلش عندكم اي احزان ابدا. الف شكر ليكم. ده كان شكل الجبنه بتاعتي قبل ما نخزنها. تعالي بقى اقولك نخزنها ازاي. تعالي شوفي ما شاء الله اللهم بارك، حلوه قوي زي السكر، وكل ما تتخزن معاكي في العلبه كل ما طعمها بيزيد حلاوه. تعالي بقى نشوف هنخزنها ازاي ونغلفها ازاي بالاكياس بتاعتنا علشان ما تدوبش مننا في قلب الشرش. الشرش بتاعي لو انا الجبنه دي هتعوق عندي فتره بغلي الشرش بتاعي ده، مش بحطه زي ما انا حطيته. طيب دول ما شاء الله يعني احنا عشان كتار واكلنا في الجبنه كويس فمش هياخدوا معانا مثلا اسبوع ولا حاجه، علشان كده انا ما غليتش الشرش. لو انت هيقعد معاكي كميه او فتره اغلي الشرش وبرديه وارجعي اعملي اللي احنا هنعمله. هنا بقى بغلف كل قطعه في كيس، كل قطعه في كيس. ليه يا ام يوسف؟ علشان ما تتهريش مني في قلب الشرش بتاعي. ماشي اهو. دي اكياس بتاعه التلاجة من العاديه خالص اللي عندنا في المطبخ. ماشي اهو. هبدا اغلف كل حته زي ما انت شايفه كده، وحطيت كيس كبير في العلبه بتاعتي او في البرطمان علشان اقفل عليهم، علشان الشرش يفضل ملفوف حواليهم، ما يعملوش ريمه بيضه ولا يخزنوش ولا يعملوا اي ريحه وحشه. اهو قبل ما اربط الكيس بتاعي تعالى نوزنهم نشوفهم الانتاج بتاعنا قد ايه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طلعوا لنا 2 كيلو جبنه زي السكر زي المتابعين بتوع ام يوسف. ليش يا حبايبي؟ علشان شغالين مظبوط وحاجتنا مظبوطه. تمام. اهي 2 كيلو حلوين زي العسل. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هنحط عليهم قرنين الفلفل بتاعنا علشان يدوهم طعم جميل، وننزل عليهم بالشرش بتاعنا بس بعد ما نحط له ملح. اهو حطينا معلقتين ملح على قد الكميه بتاعتي وعلى قد الحقيقه اللي انت برضو بتحبيه، حادق او دلع.
دوبيهم كويس وانزلي بيهم في الشنطة، وهنربط الشنطة حلوة قوي. وما تنسوش تدعمونا بلايك حلو منكم ودعوة حلوة منكم بصلاح الحال. واربطي الشنطة بتاعتك وحطيها في التلاجة، تقعد معاكي شهر سليم في التلاجة ما يجرالهاش اي حاجة. اي سؤال عندك اكتبيه في التعليقات وانا تحت امركم كلكم. يلا حبايبي، اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد بصحة وسعادة وسلامة. يلا في حفظ الرحمن. هقفلها كويس واوديها التلاجة. يلا حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين من موسم الشتاء. مع السلامة.